السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ إن شاء الله تبقوا كلكم كويسين وبخير. احنا النهاردة هنبدأ نعرف يعني ايه variable، ونبدأ نعرف ازاي نسمي variable. هنبدأ نشوف يعني ايه variable. تخيل معايا كده ان احنا عندنا بوكسات. اوكي كده عندنا مثلا 3 أو 2 بوكس. خلاص، كل بوكس شايل حاجة. تمام، كل بوكس هيبقى فيه حاجة جواه، وعلشان اقدر افرق ما بين كل بوكس والتاني خلاص ببقى محتاجة ان يبقى عليهم ليبل، محتاجة يبقى عليهم نيم. تمام، بدل ما افتحها واشوف ايه اللي جواها، لا انا محتاجة يبقى عليها نيم، اعرف اوريدي البوكس ده فيه ايه جواه. تمام، فنفترض ان البوكس ده هنسميه تويز، والبوكس ده نسميه انيمالز. اوكي، يبقى انا كده عرفت ان التويز دي خلاص ده بوكس جواه العاب بس، جواه تويز بس. والبوكس انيمالز ده بوكس جواه انيمالز بس. مستحيل ان انا اخش في بوكس الانيمالز الاقي تويز، او اخش في بوكس التويز الاقي انيمالز، ده مستحيل. تمام، فعشان كده دي فكرة الفاريبل نيم او الفاريبل عامة، ان انا بيبقى عندي بوكس ليه اسم، ليه نيم علشان اقدر اوصل له، وليه تايب يعني ليه نوع جواه، ده النوع اللي جواه، مستحيل يبقى فيه نوع غيره. تمام، يبقى يبقى انا لما جيت سميت البوكس ده خلاص عرفت ايه اللي جواه، يبقى مستحيل ان انا اجي الاقي حاجه عكس اللي جواه ده. انا سميته تويز يبقى اكيد اللي جواه تويز، سميته انيمالز يبقى اكيد اللي جواه انيمالز. خلاص، دي نفس فكره الفاريبل نيم، سوري، دي نفس فكره الفاريبلز. ان انا باجي خلاص اعرف variable، يعني بعرف بوكس خلاص، اعرف ايه النوع اللي جواه خلاص، اعرف ايه اسمه خلاص، ايه الليبل بتاعه، وكمان اعرف ايه اللي جواه بقى، يعني ايه التويز اللي جواه whatever، ايه تويز، يعني اي تويز موجوده. خلاص، يبقى انا محتاجه 3 حاجات عشان اعرف اي variable. اول حاجه التايب، تمام، تاني حاجه النيم اسمه الليبل بتاعه، تالت حاجه ايه what is inside. اوكي، ايه اللي جواه. حلو، يبقى دي ال3 حاجات اللي انا محتاجاهم. تمام، في البروجرامينج علشان اعرف variable، محتاجه النوع بتاعه، محتاجه الاسم بتاعه، محتاجه اعرف ايه اللي جواه. تمام، خلينا نبدا بقى نشوف ايه الفاريبل syntax. احنا كده فهمنا يعني ايه variable خلاص، وفهمنا ايه اللي احنا محتاجينه للفاريبل دي، وطبعا ايه اهميتها. اهميتها ان انا اقدر ان انا اوصل لها خلاص، اقدر اشوف ايه اللي جواها، اقدر اغير اللي جواها، وهكذا. كل ده من النيم بتاعتها، ان انا اقدر اوصل لها، اقدر استخدمها، اشوف اللي جواها، اغير اللي جواها. دي اهميه الفاريبلز وهنشوفها في البروجرام. طيب نيجي بقى للايه، للفاريبل syntax. خلينا نطلع دي كده فوق شويه، نيجي هنا للفاريبل syntax. خلاص، الفاريبل syntax اللي موجوده في دارت، يعني القوانين اللي بنمشي عليها عشان نعرف فاريبل في دارت، هو ان احنا بنحط التايب النوع بتاعه، وبعد كده اسمه، وبعد كده الاساين، دي الاساين اللي هي علامه الايكوال، ان انا هحط في الفاريبل نيم ده هحط فيه فاليو كذا، وادي الفاليو. خلاص، فيجي يبقى عنده البوكس خلاص اسمه مثلا فاريبل نيم خلاص، واللي جواه ايه فاليو. تمام، فهمنا كده. والفاليو ده نوعه ايه، نوع التايب اللي انا هديهوله. خلينا نعرف ان بس في تايب عندنا، احنا هنخش على التايبس يعني قدام، بس خلينا في تايبس عندنا اسمه انت. خلاص، انت ده بيشيل integer values، ما فيهاش decimals خالص، هي integer values رقم صحيح ما فيهوش اي decimals. ده اللي محتاجين نعرفه دلوقتي. خلاص، وهقول مثلا ان الفاريبل نيم بتاعي اسمه age، وهحط فيه ايه سني اهو، ده معبر ان انا ايه الفاريبل نيم بتاعي age، الفاليو بتاعه 20. يبقى انا جيت سألتك ايه الايدج، الايدج هيبقى الاجابه ايه 20. وانس ان انا جيت وغيرته قدام قلت له لا الايدج ب30، وجيت سألتك ايه الايدج تبقى 30. تمام، دي طريقة كتابة الفاريبل، ان انا بحط التايب، بعد كده بحط الفاريبل نيم، بعد كده بعمل الاساين، وبعد كده بديله الفاليو، واكيد اكيد في دول لازم الايه السيمي كولون. تمام كده. طيب في شوية قوانين بنمشي عليها علشان نعرف variable، او نحط variable name، يعني variable name، الفاريبل نيم ده ما بيتسماش كده، لا في قوانين بمشي عليها عشان اقدر ان انا اسميه. خلينا بقى نمشي ايه واحدة واحدة. اول حاجة ان انا بخلي الفاريبل نيم descriptive. يعني ايه descriptive؟ يعني بيشرح اللي جواه ايه، يعني هو بيشرح هو ايه. يعني ما اجيش هنا مثلا، انا هنا قلت لك انت age equal 20، ما اجيش اقول لك لا انت a equal 20،
وانا قصدي جوايا ان ايه دي هي سني الايج. لا، انا طالما بتكلم الفاليو ده ان هو ده سني، يبقى لازم اكتبه انت ايج، لازم اديله ايج، اقول ان اسمه ايج. تمام. يبقى لازم الفاريبل نيم ده يبقى موضح هو على ايه، ما احطش اي بي سي كده وخلاص، قدام الكود هيبقى كومبلكس وهيبقى صعب انه يتفهم. لا، انا بكتب الفاريبل نيم ده على اساسه اوضح هو بتاع ايه. تمام. دي اول حاجه، ان هو يبقى descriptive. تاني حاجه ان الفاريبل نيمز case sensitive. يعني ايه case sensitive؟ يعني انا هنا عرفت ان انا عندي int age equal 20. خلاص، انا ما ينفعش اجي اقول لك مثلا قول لي الايدج دي بكام. خلاص، فاجي اقول لك فاكرين احنا اخدنا برنت؟ تمام. فاجي اقول لك برنت كده، المفروض اكتب كده برنت age، صح؟ ما ينفع، دي كده صح. ما ينفعش انا اكتب بقى كده برنت age، دي بالنسبه لي غير دي variable name ودي variable name تانية، الاتنين مش نفس الحاجة. خلاص، هي case sensitive. ال A small مش نفس ال A capital، ال B small مش نفس ال B capital، عشان كده هي case sensitive. الاتنين دول بالنسبة لدارت، بالنسبة له الاتنين دول مختلفين. لو عرف دي خلاص، لو انا معرفة دي already هي في int age، خلاص دي هيعرفها، انما دي مش هيعرفها لان انت مش معرف لي حاجة بالاسم ده كده. تمام. يبقى دي تاني حاجة، اول حاجة descriptive، تاني حاجة case sensitive. تالت حاجة ان variable name can consist of letters and numbers. تمام. طب يعني ايه كان consist of letters and numbers؟ خلينا نعمل كده، دي كده ايه غلط، عشان ايه نفتكر. طيب يعني ايه كان consist letters and numbers؟ يعني انا ممكن اكتب int هنا ايه كده، ممكن اكتب int name equal، سوري مثلا int age 1 equal 30. يعني انا قصدي هنا الايدج بتاع مثلا بيرسون رقم واحد، الشخص رقم واحد، فسميت ايج 1. انا هنا قدرت استخدم ايه نمبرز، يبقى انا ممكن استخدم الليترز وممكن استخدم النمبرز عادي، مفيش مشكله. ولكن القاعده الرابعه بتقول لي ايه؟ ان انا ما ينفعش ابدا بالرقم. يعني ما ينفعش خالص اجي اقول له كده int 1 age equal 20. ما ينفعش، دي كده غلط، دي كده ما تنفعش لان انا بدات بالرقم. خلاص، لما نكتبها مع دورت مش هيفهمها ان انا كتبت الرقم الاول ده كده، مش هيفهم. دي قاعده مهمه جدا، ما ينفعش ابدا بالرقم. خلاص، يبقى انا عندي دي كده بالنسبه لي غلط. تمام. طيب نيجي اللي بعدها keywords are not allowed to be used as a variable name. احنا اتفقنا على keywords وفهمنا الفيديو اللي فات ايه الكيوردز هي الكلمات اللي دورت حاجزها عشان بيستخدمها بيفهم منها حاجة معينة. خلاص، يبقى انا مكنتش مثلا عندي keyword اسمه double. تمام. ودبل ده بيخزن numbers decimals، مكانش ينفع اكتب كده انت ادي ده data type اهو واقول له ايه double، واستخدم double ان هي بقى هي ايه الفاريبل نيم. لا، هيديني ايرور لانه دبل ده بالنسبه له محجوز على انه دبل، بعرف منه الديسيمال نمبرز. خلاص، يبقى انا ما ينفعش استخدمها كفاريبل نيم. خلاص، دي ما ينفعش اطلاقا، ما ينفعش. الدورت كومبايلر هيديك ايرور عليها. طيب نيجي لرقم 5 blank spaces are not allowed in a variable name. يعني ايه blank spaces are not allowed in a variable name؟ يعني ما اجيش اكتب كده int my واعمل سبيس واكتب age equal 30. ما ينفعش اسيب سبيس، برضو دارت مش هيفهم ان my age دي كاملة على بعض variable name. ما ينفعش ان انا اسيب فيها سبيس، ده كده غلط. طب ايه اللي صح؟ لو انا عايزه اكتب my age اكيد مش هكتب كده، ممكن اكتب كده هو هيفهمها، بس لو انا جيت قريت الكود تاني مش هعرف اقراها، مش هعرف اقرا ان دي my لوحدها وايدج لوحدها، هقولها كلمة كاملة. تمام. فده مش صح او مش احسن حاجه، يعني هي مش هتديني ايرور، ده صح بروجرامينج صح جدا، بس مش احسن حاجه. طيب اعمل ايه؟ بيقول لي بقى هنا في رقم 7 special characters are not allowed except underscore and dollar sign. خلاص special characters اللي هي مثلا الات الهاشتاج كده، خلاص كل دول ما ينفعش استخدم. ما ينفعش اجي هنا اكتب كده my at age، لا هيديني ايرور، او my hashtag age، لا هيديني ايرور. بس ينفع استخدم الاندرسكور، اكتب له my underscore age. بصوا كده بقت واضحه ازاي، بقت واضحه عن my age بس الاندرسكور عرفت استخدمه. خلاص، ينفع برضو ان انا اجي اكتب له كده انت دولار ساين، مثلا فين الدولار ساين، سوري دولار ساين age equal 20. ينفع اعمل كده عادي واحط الدولار ساين قبلها، مفيش مشكله، مش هتديني ايرور. يبقى انا مينفعش استخدم اي سبيشال كاركتر الا الاندرسكور والدولار ساين. تمام. وعلى فكرة الاتنين دول ليهم أهمية تانية، تمام، هنعرفها برضو قدام. طيب
ايه النيمينج كونفنشن اللي انا بستخدمها عشان الفاريبل نيم. حاجه اسمها lower case camel. يعني ايه lower case camel؟ بصوا حاجه انا كتبنا my underscore age، واتفقنا ان دي ايه، دي صح 100% بروجرامنج عادي. بس اتفقوا خلاص ان naming convention في الفاريبلز في دارت خلاص هتبقى باللور كيس كامل. يعني ايه؟ يعني بدل ما اكتب my underscore age هكتب كده int my a capital age equal 30. بقت دي اللور كامل كيس، ان انا اول كلمه خلاص بتبقى الاول حرف فيها سمول، بعد كده تاني كلمه بتبقى اول حرف فيها كابيتال، وهكذا تالت كلمه اول حرف فيها كابيتال، وهكذا. يبقى كده ببدا افرق ما بين الكلمه والكلمه على اساس الحرف الكابيتال. يبقى انا عرفت ان ماي دي اول كلمه وايج دي تاني كلمه، ما قريتهاش كامله على بعضها زي ما كنا فوق، زي ما كنا هنا، ما كنا هنا عاملين ما قريتهاش كاملة على بعض. لا انا فهمت خلاص ان دي ماي ايج. خلاص على طول دايما وقدام وفي اي بروجرامينج لانجويج في دارت عامة هنشتغل باللور كامل كيس. اي فاريبل هنعرفه هنشتغل باللور كامل كيس، مش هنغير عن ده. ودي طريقة دي النيمينج كونفنشن في الفاريبلز في دارت. تمام. فكل حاجة هنعملها في الفاريبلز هتبقى باللور كامل كيس. بس كده احنا كده فهمنا الفاريبل نيمز، وفهمنا يعني ايه فاريبل، دي كانت اهم حاجة ان احنا نكون فاهمينها. خلاص فهمنا الفاريبل سينتكس عشان نيجي نعرفها، وفهمنا الرولز اللي هنمشي عليها والنيمينج كونفنشن. بس كده اتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا. وان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ ندخل بقى في الداتا تايبس ونعرف كل الداتا تايبس اللي عندنا وايه اللي احنا محتاجين نعرفه عنها، ونبدأ ان احنا نخش في البروجرامينج بقى على طول. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.